افعل الأشياء التي يحبها قلبك، الأشياء التي تدهشك وتضحكك، تلامس روحك وتثير طفولتك وتعيد بريق الحياة لعينيك. عيش حياتك وابحث عن ما يسعدك، فالأيام لا تعود أبدا. احرص أن يمر كلامك بقلبك قبل فمك. هكذا هي الحياة، تحمل في طياتها الكثير من الأقدار. حلم يتحقق وحلم يتعثر، لقاء بلا موعد وفراق بلا سبب. لا البدايات التي نتوقعها ولا النهايات التي نريدها. وستمر الحياة بحلوها وبمرها. وحشتوني جدا، والنهاردة جاية لكم بقصة واثقة ومتأكدة إنها تعجبكم وبشدة. ولو أول مرة تشوفونا هستناكم تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة، وعايزة تفاعل يا أماراتي عشان الفيديو يظهر لأكبر عدد من المشاهدين. ويلا بسرعة بسرعة نصلي على رسولنا الكريم ونسمي بسم الله ونبتدي حكاية النهاردة. في ملجأ الرحمة، ملجأ مطلق عليه اسم الرحمة، واللي بيحصل جواه ملوش أي علاقة بكلمة الرحمة. كانت واقفة بنت جميلة عندها 18 سنة، وهي حاسة بالتعب وبالإرهاق. كانت واقفة قدام البوتاجاز الكبير في المطبخ وهي بتعمل الأكل لباقي زمايلها في الملجأ. مسحت وشها من التعب وبصت لصاحبتها الوحيدة اللي أصغر منها بسنة، وهي بتقول لها: نورهان، خلصت السلطة ولا لسه؟ لسه يا فرح، أنا بجد مش قادرة أعمل أي حاجة تاني، أنا تعبت قوي. ردت عليها فرح بتعب وهي بتقول: معلش يا نورهان، ربنا على المفتري. أنا خلاص خلصت اللي في إيدي وهاجي أساعدك أهو. لا يا بنتي، انت خلاص تعبتي. انت من الصبح وانت بتعملي حاجات كتيرة قوي، كفاية عليكي قوي لحد كده. البنات الصغيرة اللي انت هتذاكري لهم ده لسه كمان مستنيينك. انا بعمل كده يا حبيبتي عشان انا حابة اخليهم احسن مننا، مش عايزاهم يكونوا زينا يا نورهان. احنا حظنا كان وحش قوي عشان ربنا وقع في طريقنا واحدة زي أبلة نعمات كده. بس انا اهو اديني معاهم، وعمري ما هسيبهم ابدا، عمري ما هسيبهم يواجهوا نفس مصيرنا. كانت نورهان بترد عليها، لكن سكتت لما شافت مشرفة الدار اللي اسمها نعمات، وهي اللي متولية كل أمور الدار بدل المديرة اللي مش بتيجي كتير يعني كالعادة. اتكلمت نعمات بزعيق وقالت: الهوانم واقفين بيتكلموا وسايبين كل الشغل اللي وراهم، واقفين يتكلموا في الحوارات والكلام اللي ملوش لازمة. خافت نورهان من نظرات نعمات الغاضبة وقالت لها بخوف: احنا اسفين يا أبلة نعمات. بصت لها فرح بذهول وهي بتقول لها: انت بتتأسفي على ايه يا نورهان؟ احنا ما عملناش حاجة، وعلى ما اظن ان مفيش قانون هنا بيمنع الكلام اثناء ما احنا بنعمل شغلنا يعني. نعمات ردت عليها بسخرية وقالت: الله، ده انتي بترد عليا واقفة قدامي كده بكل عين بجحة؟ لا وكمان ايه بترد عليا؟ ولا كأني في ظابط ولا رابط. فرح ردت بهدوء: انا مش برد عليكي، احنا بس ما عملناش حاجة غلط، عشان كده انا من حق اتكلم واقول كل حاجة جوايا. وزي ما قلتلك من شوية ان مفيش قانون بيمنع الكلام، القانون الوحيد اللي انت منفضاله ولا كأنه موجود هو إننا هنا بنشتغل وبنعمل أعمال مش بتاعتنا، وكمان عمال النظافة هم اللي قاعدين. نعمات ردت عليها بكل غضب وقالت: طيب بصي بقى يا فرح، انتي مش بقالك كتير هنا، ويا ريت بقى تخليكي في حالك عشان يا حبيبتي ما حطكيش في دماغي، عشان صدقيني لو حطيتك في دماغي مش هتقدري تخرجي من هنا، وهتفضلي هنا دايما، وهتشتغلي خدامة عندي وعند كل اللي في الدار. تمام يا أبلة نعمات. نفخت نعمات بضيق وغضب من فرح وخرجت من المطبخ وسابتهم. بصت نورهان لفرح وهي بتقول لها: ليه يا فرح رديتي عليها بالطريقة دي؟ انت عارفة ان هي بتتلككلك على اي غلطة. طلعت فرح نتيجة كانت مخبياها في جيبها من نعمات وقالت لنورهان: النهاردة يوم 5 في الشهر يا نورهان. نورهان باستغراب: أيوة يعني إيه؟ أنا مش فاهمة، إيه الجديد يعني؟ ما هو يوم زي كل الأيام اللي عدت. لأ بقى يا أذكى اخواتك، النهاردة ماما فريدة جاية الدار، النهاردة، ومش هيحصل زي كل مرة واسكت. لأ بقى، أنا لازم أتكلم. نورهان بصدمة وخوف
لا اكيد مش هتروحي تقولي لها كل اللي بيحصل من وراها. فرح بصوت واطي: هو اكيد ده اللي هيحصل، بس بلاش نتكلم دلوقتي، وخلينا نخلص اللي ورانا، وبلاش نجيب سيرة الموضوع ده، عشان انت عارفة مرشدين نعمات في كل مكان. وقفت عربية سودا قدام الملجأ، ونزلت من العربية ست في أواخر الأربعينات، وهي لابسة لبس فضفاض وماسكة سبحة في إيديها. قربت منها نعمات وهي بتقولها: حاجة فريدة، نورت الدار كلها. قفلت فريدة باب العربية ومشيت ناحية الدار وهي بتقول لها: تعالي ورايا يا نعمات، عايزة أعمل دوريات على كل اللي موجودين هنا، عايزة أطمن عليهم، وبعدها عايزاكي تجهزي لي المستندات بتاعة البنات اللي قربت تتم 18 سنة، واللي لسه هيتموهم كمان. حاضر. وفعلا بدأت فريدة تعمل دوريات على كل عنبر وأوضة موجودين في الدار. وبعد ما خلصت قعدت في الجنينة وبصت لنعمات وقالت لها: نعمات، جهزي المستندات زي ما قلتلك، وأنا هشرب قهوتي واجي. مشيت نعمات وهي مضطرة تمشي عشان تنفذ كلامها. أما فرح فقربت من فريدة وقالت لها: ازيك يا ماما فريدة، عاملة ايه؟ حضنتها فرح وهي مغمضة عينيها براحة، بتحس بيها مع فريدة وبس. فريدة هي الوحيدة اللي قدرت تاخد مكانة في قلبها. فرح حبيبتي، انت عاملة ايه؟ طمنيني عنك، بقالي شهرين كل ما اجي معرفش اشوفك خالص. اسأل عليكي نعمات، مرة تقولي نايمة ومرة تقولي تعبانة. بعدت فرح عنها وقالت لها: بس انا ما كنتش نايمة ولا كنت تعبانة يا ماما فريدة. فريدة باستغراب: يعني ايه يا فرح؟ بصت فرح حواليها وبعدها بصت لفريدة وقالت لها: ماما فريدة، في حاجات كتيرة قوي بتحصل من وراكي هنا وانتي ما تعرفيش عنها حاجة. وقبل نعمات بتستغل منصبها هنا في المكان وبتعمل حاجات عكس القوانين. والشهرين اللي فاتوا انا كنت محبوسة في المخزن بتاع الخزين عشان ما اقولكيش على حاجة على اللي بتحصل يعني. ايه اللي بيحصل يا فرح؟ قولي وما تخافيش. اتكلمت فرح بخوف من ان حد يسمعها. قبل نعمات بتخلينا نعمل كل شغل الدار وبتسيب كل عمال النظافة قاعدين. ومش بس كده، دي كمان بتمد ايديها علينا وبتعمل فينا كل حاجة وحشة. ولو حد فينا اعترض على اللي بيحصل بتحبسه في المخزن من غير اكل ولا شرب. واوقات كتيرة قوي تاخد اكلنا بتوديه لعمال النظافة بعد ما بياكلوا وجبتهم، وبيغيظوا فينا وبيذلونا زي ما هي عايزة. بقى كل ده بيحصل من ورايا؟ طيب يا فرح، انت دلوقتي روحي مع اخواتك وانا شوية وهجيلك عشان عايزاكي. حاضر يا ماما فريدة. دخلت فرح العنبر فجريت عليها نورهان بلهفة وهي بتقول لها: برضو يا فرح عملت اللي في دماغك وقلت لها على كل حاجة؟ اه، لازم اقول لها، ولازم كان ده يحصل من زمان. وقفت فريدة في مكتبها قدام نعمات وهي بتقول لها: ايه اللي بيحصل من ورايا يا نعمات؟ الدار دي انا يوم ما بنيتها عشان اخلي الاطفال اللي اتحرمت من عيلتها وهم هنا عشان ده يكون بيتهم، ويحسوا ان دي عيلتهم، مش يخافوا ويتعاقبوا. نعمات وهي مش فاهمة ايه اللي بيحصل ردت عليها وقالت لها: هو ايه اللي حصل يا حاجة فريدة بس؟ صدقيني ده اللي احنا بنعمله هنا بالظبط، انا ما عملتش اي حاجة غير كده. انتي لو جبت اي بنت من اي بنات الدار وسألتيها هتلاقيها بيقولولك كده. استني ثواني اجيبلك بنت من البنات. فريدة ردت بصوت عالي وزعيق: لا، انا سألت وعرفت كل اللي بيحصل من ورايا يا نعمات، وعشان كده ياريت تلمي كل حاجتك وتمشي من هنا من سكات، عشان انا مش عايزة اغلط فيكي، عيب على شيبتك. فهميني بس يا حاجة فريدة، ايه اللي حصل لكل ده؟ اللي عنده قلتهولك يا نعمات، واتفضلي يلا من غير ما ترد. انا تعبت قوي يا هانم عشان اوصل الدار دي لهنا، يعني مستحيل اسيب كل ده وامشي كده. انت هتمشي بسبب اللي انت عملتيه، وانا خلاص بقى عندي علم بكل حاجة بتحصل من ورايا. والدار دي اسمها دار الرحمة، واللي انت بتعمليه مش الرحمة يا نعمات، وعشان كده يا ريت تمشي من سكات. صف بقيت حسابك وامشي احسن لك. خرجت نعمات من المكتب. أما فريدة فاستغفرت ربها بضيق وغضب من اللي بيحصل. ما عدتش دقايق ودخلت فرح وهي مطوية راسها من الخوف. وقفت فرح قدامها وقالت: أموري يا ماما فريدة.
لمست فريدة دقن فرح ورفعت راسها وهي بتقول لها: ارفعي راسك يا فرح، انت النهاردة اثبتت ان قلبك على الدار وعايزاه يتحسن للأحسن. انا صحيح كلها فترة صغيرة قوي واخرج من هنا واشوف طريقي، بس انا مش عايزة حد من الاطفال اللي موجودة يعيشوا اللي احنا عشناه معاها. انت هتعملي ايه لما تخرجي من هنا يا فرح؟ اكيد هنزل وهشتغل وابدأ حياتي من جديد. طيب بصي يا فرح، انت هتيجي تشتغلي عندي في المدرسة الخاصة بتاعتي، ولو على السكن أنا عندي هناك شقق للمدرسات المغتربات، ولو كده فهتاخدي شقة منهم. بجد يا ماما فريدة؟ بجد؟ آه يا حبيبتي بجد. انت غالية عندي قوي يا فرح، وبجد هكون مبسوطة قوي لو قدرت انك تشتغلي عندي. ان شاء الله هكون عند حسن ظنك يا ماما فريدة. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. بعد أيام كانت واقفة فرح قدام الدار بعد ما خرجت منه، مسحت دموعها اللي نزلت من عيونها بحزن عشان هتسيب البنات اللي اتعودت عليهم وكأنهم إخواتها وأكتر كمان. ركبت العربية مع ماما فريدة اللي قالت لها: خلاص يا فرح اهدي، أنا جبت لهم أسمهان، ودي صدقيني طيبة قوي ومستحيل تأذي أي حد. فرح بحزن على فراق أعز الناس ليها. عارفة يا ماما فريدة، بس غصب عني والله. أنا حسيت إن كلهم إخواتي، وبالذات البنات الصغيرة، حسيت إن أنا أمهم قوي. طبيعي تحس الإحساس ده يا فرح. يا ترى هقدر أعيش من غيرهم يا ماما فريدة؟ أنا اتعودت عليهم قوي. ومين قالك إنك هتعيشي من غيرهم؟ انت هتيجي كل يوم وتشوفيهم وتقعدي معاهم كمان. أيوة، أنا أكيد هاجيلهم يا ماما. المهم دلوقتي يا فرح، ركزي في حياتك اللي انت هتبدأيها، وركزي في شغلك اللي انت هتبدأي فيه كمان. وبكرة لازم تركزي مع كل واحد وتعرفي هتتعاملي معاه ازاي. مسكت ايديها وكملت كلامها وهي بتقول لها: العالم اللي بره غير اللي انت اتعاملتي معاه. يعني عندك نعمات دي جزء من الناس اللي موجودة بس، مش معنى كده ان الناس كلها وحشة. لا، الناس فيها الحلو وفيها الوحش، وانت هتقابلي الاتنين في حياتك. بس الشاطر بقى اللي يعرف يتعامل معاهم. طول ما انت معايا يا ماما فريدة هقدر اتعامل واواجه اي حاجة واي شخص. بس ده طول ما انت جنبي وفي ظهري، وأنا دايما جنبك يا حبيبتي. بدأت فرح تشتغل في المدرسة بجد واجتهاد، وقدرت إن هي تصاحب كل الأطفال اللي موجودة في المدرسة ما عدا بنتين توأم دايما ساكتين ومش بيتكلموا مع حد. وده اللي كان مخلي فرح اتعلقت بيهم وعايزة تصاحبهم مهما حصل. قربت من البنتين اللي كانوا عندهم 10 سنين وقالت لهم: منار، ميار، يلا بينا عشان نخرج البريك سوا. ميار رفضت: لأ، احنا مش هنخرج، احنا هنفضل قاعدين كده لحد ما البريك يخلص. حبيبتي يلا بينا نلعب ونخرج مع بعض، وهدخلكم كمان معمل الوسائط ونتفرج على كرتون. ميار ردت عليها بغضب: قلنا لك لأ. سابتهم فرح وبعدت عنهم وهي محتارة في حالتهم. دخلت مكتب فريدة وقالت لها: ماما فريدة، أنا بجد بقيت مش عارفة أعمل إيه مع منار وميار. الموضوع زاد عن حده قوي، وانا بعت اجيب الشخص اللي مسؤول عنهم. طب هما مالهم يا ماما؟ ميار ومنار كانوا مع ابوهم وامهم وهم مسافرين، عملوا حادثة والاب والام توفوا، وهم من بعدها بقوا كده، والوحيد المسؤول عنهم من بعد عيلتهم هو عمهم وجدتهم. هي حرام بجد، الله يكون في عونهم. المهم يا فرح، اتكلمي مع اللي هيجي من عيلتهم وحاولي تفهمي منه سلوكهم في البيت، واعرفي هنعمل ايه مع البنات دي عشان بجد صعبانة عليا قوي. حاضر يا ماما فريدة طبعا. وقفت عربية قدام المدرسة اللي شغالة فيها فرح. نزل منها شاب في آخر العشرينات، دخل مكتب فريدة على طول. رحبت بيه فريدة وهي بتقوله: أهلا بيك يا أستاذ مروان. أهلا بيكي. ممكن أعرف إيه الحالة الطارئة اللي جبتوني بيها بالشكل ده؟ ثواني بس، مس فرح هتيجي وتقول لحضرتك على كل حاجة، لأن هي اللي لفتت نظري من أول يوم جت فيه هنا. واستدعت فرح اللي دخلت وهي متوترة بسبب إن هي أول مرة تتكلم مع شخص غريب عنها. قعدت فرح على الكرسي اللي قدامه وقالت له: أنا مس فرح، اشتغلت هنا من 4 شهور. عين مروان كانت دايما عليها من أول ما دخلت من الباب،
اتكسفت فرح من نظراته، ولما هو لاحظ قال لها: اتشرفت بيكي. ممكن اعرف بقى ايه الحالة الطارئة؟ أنا من أول يوم اشتغلت فيه هنا لقيت منار وميار بعيدة عن زمايلهم اللي في سنهم، ومعاهم في نفس الفصل كمان. قلت يمكن مش متعودين على التجمع، بس بعدها لاحظت إن البنات بعيدة عن كل الناس، حتى أنا مش عايزين يتفاعلوا معايا نهائي. أنا ابتديت أحس إن هما داخلين على توحد. اتعصب مروان من كلامها، لأنه ببساطة مش هيقدر يشوف آخر حاجة من ريحة أخوه بيحصل فيها كده. قال لها بكل غضب: توحد ايه يا استاذة فرح؟ ولاد اخويا مستحيل يكونوا مرضى، انت فاهمة؟ من فضلك اهدى وبلاش الأسلوب ده معايا. أنا بس بقولك كل حاجة بتحصل معايا. أنا البنات يهموني قد ما يهموا حضرتك. أنا بس لاحظت ده لأن دي أعراض التوحد. مروان بنفس العصبية: هما ايه اللي هيوصلهم للتوحد من بعد ما ابوهم اتوفى هو وامهم، وانا واخد بالي منهم وكأنهم ولادي انا؟ وكمان ماما مخلية بالها منهم قوي، يعني مفيش سبب ان هما يجيلهم توحد. هما بس مش متعودين على الناس والاختلاط وكده. بصت فرح لفريدة وكأنها بتستنجد بيها منه، فاتكلمت فريدة وهي بتقول لمروان: أستاذ مروان، أرجوك حاول تفهم فرح. فرح أكتر واحدة فعلا فارق معاها البنات، وإن هي تجيبك النهاردة هنا فده عشان مش معناه إن هي بتقولك كده عشان تثبت إن الأولاد عندهم توحد. هي بس بتقول كده عشان تعرف سلوكهم في البيت عامل إزاي. قبل ما يتكلم مروان أو يرد عليها قطعهم تليفون فريدة اللي رن. بصت فريدة ليهم وقالت: بعتذر جدا، بس دي مكالمة مهمة قوي ولازم أرد. خرجت فريدة وسابتهم. اتوترت فرح أكتر لأنها فضلت معاه لوحدها. بصلها مروان وقال: اسف على عصبيتي، بس حقيقي انا مش هقدر استحمل اشوف فيهم اي حاجة وحشة نهائي. فرح بتفهم: أنا مقدرة موقفك لأن عرفت اللي حصل لهم من ماما فريدة. أنا بس حبيت إن حضرتك تعرف عشان بس نشوف البنات ونعرف نقيم سلوكهم. مروان بحيرة وخوف على بنات أخوه. طيب المفروض اعمل ايه؟ على ما أظن إن سلوكهم في البيت كويس لأنهم مش بيتكلموا مع حد. هما فعلا ساعات كتيرة قوي بيكونوا ساكتين كده. زي ما بيحصل كده عشان حضرتك المفروض تقرب منهم أكتر من كده. انت حاليا في مقام والدهم، يعني لازم تكون معاهم وتقرب منهم. ولو انه صعب عليا عشان شغلي لكن هحاول. انا اسفة اني بتدخل، بس انت لازم تعمل كده، مش بس تحاول. البنات حرفيا يهموني لان يعتبر عشت نفس تجربتهم، وانا وقتها ملقتش حد جنبي، بس انا جنبهم دلوقتي وعايزة اساعدهم. صدقيني هحاول اعمل كده. وانا برضه هحاول اعمق علاقتي بيهم عن كده بحيث ان اقدر اقرب منهم. سكتت فرح وهي مش عارفة تقوله على الرحلة ولا لأ. اما مروان في عينيه كانت متعلقة على فرح قوي، اللي اتبدل حالها الحزن اول ما اتكلمت عن ماضيها. اما مروان كان جواه فضول غريب يعرف ايه اللي حصل لها، بس قدر يسيطر على نفسه. اما فرح حسمت قرارها وقالت: في رحلة كمان 3 أيام، أكيد لو جيت مع البنات هتقربوا من بعض أكتر من كده، وأكيد أنا برضه هقرب منهم. انت طالعة الرحلة دي؟ استغربت فرح سؤاله، لكنها مهتمتش كتير وقالت له: أيوة، أكيد هروح عشان البنات ما يكونوش لوحدهم. يبقى انا كمان هاجي معاكم الرحلة. سكتت شوية، أما مروان اتمرد على السكوت ده وقال لها: هي وقت الرحلة قد ايه؟ يعني من 5 أيام لأسبوع، مش هنتأخر عن كده. تمام قوي. يا ريت تبعتيلي جواب من المدرسة تفكريني بيها عشان بس اقدر اخلص شغلي. حاضر. وفعلا سافر مروان مع البنات ومع فرح في الرحلة اللي عاملاها المدرسة. قدرت فرح في الفترة الصغيرة دي تتقرب من البنات وتخليهم يتعودوا على الناس اللي موجودة حواليهم. أما مروان فهو كان منجذب لفرح بدرجة كبيرة قوي، لدرجة إن هو اتعلق بيها في الفترة اللي هم سافروا فيها، وقدر إنه يتقرب منها ويكون صديق ليها. أما ميار ومنار فهم اتقربوا من فرح وحبوها بدرجة كبيرة بسبب حنانها عليهم. اتعلقوا بيها لدرجة إن هم يستنوا ميعاد المدرسة بكل لهفة عشان بس يشوفوها. كانت فريدة متابعة انجذاب فرح لمروان وحاسة بإعجاب مروان المتبادل ليها،
لكنها ما بينتش ده لأي حد ولا حتى فرح ذات نفسها. دخل مروان المدرسة عشان يشوف فرح اللي حس إن هي وحشته. قرب من فرح اللي كانت واقفة آخر الحوش وقرب من ودنها وقال لها: فرح، اخبارك ايه؟ حرام عليك يا مروان، خضتني بجد. خضيتك؟ يعني كنت سرحانة، ومعنى كده انك بتفكري في حد وانا قطعتك عن تفكيرك فيه. لا أبدا، هفكر في مين يعني؟ أنا أصلا ماليش حد عشان أفكر فيه. يعني افهم من كلامك انك مش بتحبي حد كده ولا كده؟ لا، أنا عمري ما حبيت أبدا. أنا أصلا معرفش يعني إيه حب يا مروان. أنا واحدة اتخلقت من غير ما تعرف يعني إيه أب وأم. معرفش يعني إيه ألاقي حد بيحبني ويخاف عليا. ما كانش فيه جنبي غير ماما فريدة وبس. حتى لما سبت الدار عشان المدرسة ما كانش فيه حد بيحبني أو بيهتم بيا غيرها. شاركها مروان ذكرياته اللي أول مرة يشاركها مع حد وقال: عارفة يا فرح، انا عمري ما حبيت ابدا. انا من اول ما تميت ال18 يعني وانا في سنك كده، بدأت ان انا انزل مع اخويا الشغل عشان ابدأ اتعلم واعرف اقف على رجلي زيه. لما تميت ال25 سنة، خالد اخويا مات. بصيت لقيت نفسي اب البنتين توأم، ولازم اخد بالي منهم واحل محل ابوهم واكون مسؤول عنهم وعن البيت كمان. منكرش ان الفترة اللي فاتت دي قلبي بدأ يدق الواحدة، بس في عقبات كتير قوي ما بينا. بس لو هي بتحبك صدقني هتقف قدام العقبات دي عشان بس تكون معاك. يعني تنازل منك على تنازل منها الدنيا هتمشي. بس انا معرفش هي اصلا بتحبني ولا لأ. وبعدين انت جبتي سيرة الحب ليه يا ماما؟ انا بس اللي اقولك قلبي دق لها. معنى ان قلبك يدق لها يا مروان تبقى انت حبيتها. وبكرة لما تعرف انها هتروح من ايديك هتعرف ان انت حبيتها. وبكرة تقول فرح قالت. طيب، بما اننا بقى بنتكلم مع بعض والدنيا رايقة، انا عايزة اقولك على حاجة. انت فعلا بقالك يومين كل ما تيجي تتكلم معايا تروح ساكت. النهاردة برضه هتتكلم ولا هتسكت كالعادة؟ لا يا ستي، هقولك. البنات دايما في البيت جايبين في سيرتك قدام ماما، وكمان مش عايزين يقعدوا معانا. وزي ما انت عارفة، انا بكرة اخر يوم في الامتحانات، والبنات زعلانين عشان عايزينك. عشان كده، ايه رأيك لو تنقلي حاجتك لبيتنا وتبقي معانا؟ اقصد يعني نبقى معاهم. اتكسفت فرح من مروان وكلامه الأخير قبل ما يصححوا ليها، لكنها قالت له بهدوء: مش هينفع يا مروان، احنا مفيش بينا أي صلة قرابة. يعني ما ينفعش إن أنا أجي أقعد عندكم. أنا أسفة، مش هقدر. بس منار وميار صدقيني هما متعلقين بيكي قوي يا فرح، وانا خايف لا يرجعوا لحالتهم الاولى. مروان أنا أسفة، مش هينفع. مفيش بيني وبينكم أي رابط. عشان كده أنا أسفة، مش هينفع خالص. بعد أيام حاول فيها مروان مع فرح عشان تروح تعيش معاهم في نفس البيت، لكن فرح كانت رافضة. اتكلم مروان مع فريدة اللي أقنعت فرح إن هي تروح للبنات، وخصوصا إن جدتهم عايشة في نفس البيت معاهم. فاضطرت إن هي توافق عشان بس مصلحة البنات. وفعلا راحت لبيت مروان وبدأت تعيش معاهم وتحاول تتأقلم على العيشة معاهم، وبالفعل نجحت. بعد فترة صغيرة قوي، بعد 3 شهور، كانت واقفة فرح في الجنينة بتاعة البيت وهي بتلعب مع ميار ومنار. شاركهم مروان اللعب، وبعد ما خلصوا بص البنات وقال لهم: منار، ميار، اطلعوا دلوقتي على اوضكم وجهزوا الالعاب بتاعتكم عشان نلعب معاكم انا وفرح. حضنت ميار فرح وقالت لها: فرح، هو انت ينفع تبقي ماما زي مروان كده ما هو بابا؟ اتكسفت فرح ومعرفتش ترد وتقول لها ايه، خصوصا ان هي اتعلقت بمروان وبدأت تحس ناحيته بمشاعر، بس بتحاول تسيطر عليها عشان هو بيحب غيرها. لاحظ مروان كسوفها فقال لهم: حبايبي يلا اطلعوا على الاوضه، واحنا دقايق وجايين وراكم. طلعوا البنات، فمشي مروان مع فرح اللي بصت على الورد اللي موجود. اتكلم مروان وقال لها: عارف ان كلام ميار حرجك، بس انا اسف. عادي يا مروان، مفيش حاجة، دي بنت صغيرة. فرح، انت بجد قدرتي في فتره صغيره تكوني قريبه مننا كلنا، وبجد احنا عايزينك تفضلي معانا دايما.
وقف مروان قصادها وكمل كلامه وقال لها: انت فاكرة البنت اللي قلتلك عليها ان انا بحبها؟ تعرفي دلوقتي اني بشوفها كل يوم، وفعلا انت عندك حق لما قلتي ان انا بحبها. وش فرح جاب ألوان. أول ما سمعت كلامه حست بخنقة، لكنها قالت له: طيب ومستني إيه يا مروان؟ ما تعترف لها بحبك. انت شايفة كده يعني؟ آه يا مروان، اعترف لها وأكيد هي هتبادلك نفس المشاعر دي. صدقني، انت ألف واحدة تتمناك. حيث كده يا فرح، يبقى انا بحبك. بلمت أول ما سمعت كلامه، برقت عينيها وهي مش مستوعبة اللي هو قاله. اتكلمت بصدمة: مروان، انت بتقول ايه؟ مروان مسك ايديها وقال لها: بقول ان انا بحبك يا فرح. الايام والشهور اللي قضيتها معاكي خلتني احبك. عارف ان الفرق بيننا 11 سنة، واكيد هيجي الوقت اللي اعجز فيه قبلك وانت لسه. بس انا حبيتك، والحب مش بايدينا، ومفيش على القلب سلطان عشان يحكمه يحب او يكره مين يعني. ما ينفعش يا مروان، في أسباب كتيرة قوي غير فرق السن. وايه هي الاسباب اللي تمنع جوازنا يا فرح وحب ليكي؟ مروان، أنا بنت اتولدت لقيت نفسي في دار أيتام. عشت هناك أصعب أيام حياتي بسبب المشرفة اللي كانت بتعمله فينا ما كانش قليل. أنا ماليش أهل، ولا يعني ليا اسم غير ماما فريدة، هي اللي مختارهولي. كل ده ما يهمنيش يا فرح، ما يفرقش معايا غيرك. انا حبيتك انتي، حبيت شخصيتك، مش حبيت اهلك ولا اسمك ولا فصلك زي ما قلتي. وعندي استعداد دلوقتي ابعد عنك، بس لو قلت انك مش بتحبيني يا فرح. يا مروان، أرجوك افهمني. لا، انت اللي تفهميني. انا ما حبيتش حد في حياتي غيرك انتي، وشايف سعادتي هتكون معاكي انتي يا فرح. نزلت دموعها بفرح وقالت له: أنا كمان حبيتك يا مروان. وبعد أيام كان فرح مروان وفرح والبنتين حواليهم وكانوا في قمة السعادة. ولحد هنا نقدر نقول توتة توتة، خلصت الحدوتة. واستنونا في حكاية جديدة. أشوف وشكم بخير. مع السلامة.